السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الفل ويا صباح الرزق، صباح يوم جديد كده عند طيورنا. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا أنا طلعت إن أنا أفطر البط بتاعي. دي الخلطة اللي أنا بأكلها لهم أهيت زي ما احنا شايفينها، ما شاء الله عليها، فيها من كل حاجة أهي. شايفين؟ يعني تعتبر نفس الخلطة دي. الحمام بياكل منها والبط بياكل منها والفراخ بتاكل منها وبط التسمين بياكل منها والبط اللي بيبيض والبط الرائد والفراخ اللي بتبيض كله. علشان ما تقعديش تعملي كل دول خلطة كده وخلطة كده، ولا كل شوية تشتريهم شوية بشوية. لا، اعملي الخلطة بتاعتك وسيبيها عندك تكفيكي طول الشهر. طيب بالنسبة لي البط هنا كان بيغسل نفسه كده بالمية زي ما احنا شايفينه. ال- البطتين دول كانوا بيبيضوا مع بعض، فبالتالي واحدة فيهم خلصت بيض وواجهتني معاهم مشكلة كده بسيطة. هقول لكم انا حلتها ازاي. طبعا فيهم بطة خلصت بيض، فكل شوية تروح ترقد على البيض ده شوية اللي البطة لسه بتبيضه، وتروح ترقد على البيض بتاعها شوية هنا اهي زي ما احنا شايفينها. انا مخبياها هنا ورا الخشبة اهي زي ما احنا شايفينها. ليه بقى؟ علشان كل شويه تروح تسخن البيضه شويه، بعدين تروح عند البيض بتاع البطه اللي جنبها دي تسخنه شويه تنتها قايمه كده. البيض هيبوظ والجنين هيشتغل قبل ما البطه ترقد عليه. وتبدا بقى البطه لما تيجي تطلع البط تطلع كل يوم بطه، كل يوم بطتين، كل يوم 3 بطات. فبالتالي البط مش هيطلع مع بعضه خالص لانه كده اشتغل قبل اوانه. فكان لازم الحق اتصرف. يعني يا مشاهد، البط اللي بيطلع عندنا كل يوم بطه او كل يوم بطتين، وبطه ما بتطلعش ولادها كلهم مع بعض، ما بيكونش عيب من البيض او لا، أو ممكن يكون عيب تحضين. احيانا بيكون عيب تحضين بالذات لو هي اول وش ليها. بس الغالب اما المكان بيكون طبعا حر جدا وبينزل فيه شمس فبيسخن البيض قبل البطه ما تشتغل عليه، اما البطه بتروح ترقد على البيض وتنتها قايمه وترجع ترقد وترجع تقوم تاني، او بطه تانية هي اللي بترقد على بيضها وتنتها قايمه فالبيض بيبوظ. الجنين بيشتغل قبل اوانه وبتكون هي لسه بتبيض، فده لسه بتبيض وده مش هيلحق يشتغل بقى لسه. انما اللي كانت بيضاه وبتروح ترقد عليه وتقوم، ده اللي بيخلي البط كله بيطلعش مع بعضه يا جماعه. وممكن حد يروح يقول لك ايه ده، البطه طلعت نص البط والباقي ما طلعش، فنروح نكسر البيض بقى ونشوف الجنين. وتيجي تشوف الجنين تلاقي سرته لسه ما اكتملتش. ما هو لسه ما اكتملش عشان كان لسه عايز كمان يومين 3 يفضل في البيضه، وحضرتك رحت بقى استعجلت عليه وكده. فدي حاجه مهمه لازم نكون واخدين بالنا منها. يمكن الحاجات دي انا ما كنتش باخد بالي منها في البدايه خالص. اول ما ابتديت ارقد بط واشتغل فيه كده، الكلام ده من سنين. بس بعد كده بالتجربه بقى، وانك خسرت شويه واتعلمت شويه، فخلاص بتعرفي. يا ريت لايكات كتير جدا جدا، ويا ريت اللي بيشوف الفيديو وما اشتركش معانا يشترك في القناه، لان القناه تستحق منكم انكم تشتركوا فيها عشان كل ما اقدم كل جديد ان شاء الله تشوفوه. طيب دول انا المجموعه دي لوحدها انا سايباهم هنا في الاوضه دي. التانيين اللي بيبيضوا برضو سايباهم في اوضه لوحدهم، اللي راقدين خالص برضو في اوضه لوحدهم. طيب انا عملت ايه؟ انا حليت المشكله بحاجه بسيطه. جبت خشبه زي دي وكان في الخشبه دي بس. قمت انا جايبه الخشبه التانية دي ومدريه المكان، وجايبه البطه من على البيض التاني اللي راحت رقدت عليه، وقمت مدريه لها المكان شويه بحيث ان هي ما تبقاش شايفه الذكر ولا الذكر شايفها. يومين بس مش اكتر من كده على ما البطه التانية تخلص بيض. لان انا جيت اشوف البطه التانية لقيت لسه عليها بيضه، يعني لسه بتبيض. لانها البطه دي اول وش ليها فاحتمال تجيب عدد كبير. انما دي بطه اميه عندي فجابت تقريبا يجي 18 بيضه. جابت تقريبا 18 بيضة او 17، تقريبا 18. وخلاص ما لقتش عليها بيض وبتصرخ وبترقد على البيض، خلاص دي علامات اكيده انها خلاص كده هتبيض مش هتقوم من على البيض تاني. فانا حبيت ان انا اعمل ايه، اخبيها كده زي ما بنقول، اخبي لها المكان اكتر، اداري لها المكان اكتر، بحيث ان يا دوب يبقى الفتحه اللي موجوده صغيره جدا ويا دوب على قد دخولها وخروجها. طيب الاول الفتحه كانت عامله ازاي؟ اهو الاول الفتحه عامله كده ان الخشبه دي مش عريضه قوي. طبعا الذكر شايفها وكل ساعه تهج من المكان وعندها قلق وتروح تسيب البيت ده وترقد على التاني، ده كده هتبوظ العشين الاتنين. فربنا يسترها ويكرمنا خير منهم يا رب. فانا فكرت كده تفكير سريع وقلت ايه، قلت لازم ان انا اجيب لها الخشبه التانية ديت عشان المكان بتاعها يكون ايه، تكون راقده وهي مستقره كده ومش خايفه من الذكر ولا حاجه. وقت ما تعوز تقوم تاكل وتشرب هتقوم من المكان الصغير ده تقوم تاكل وتشرب. بكده انا حليت المشكله البسيطه دي. تعالوا بقى ايه اوريكم حجم البيض بتاع البطه ديت. البطه اللي هي
اول وش ليها. حجم البيض لا هو كبير قوي ولا هو صغير قوي، طبعا في بطين صغيرين شويه كانوا بتوع بطه تانية مش بتوع البطه دي، كانت بيضت بطين كده وفصلت، فانا سايباها براحتها خالص عشان الناس اللي قالوا لي طب احنا لو عندنا بط بطين وفصل او 5 بيضات وفصل ده اول وش له نذبحه، لا اصبري عليه اصبري عليه لغايه ما يجيب وش كامل على بعضه، وبعد كده قرري هو خلص الوش كامل ورقد عليه ولا لا. هذا كده نشوف البط التاني. البطتين دول الحمد لله ما زالوا راقدين ومكملين. مش عارفه المفروض ان دي اللي هي اللي هتطلع الاول، فانا مش متذكره بصراحه قدامها لسه قد ايه وتطلع، فوقت ما تيجي تطلع ان شاء الله هنلاقي كده كانت بتصوصو كده، فالحمد لله ربنا يكرمنا منهم ويرضينا منهم على خير. انما ديت انا اول مره ارص لها بيض فراخ واول مره اصلا ترقد على بيض بط، فانا متوقعه منها اي حاجه، فبقول يا رب اجبرني منها على خير وارزقني منها برزق حلال ان شاء الله، ربنا يكرمنا فيهم ويرضينا منهم يا رب على خير. طالما هم راقدين ومستقرين كده مش خلاص مش هاجي جنبها هسيبها كده، يعني كل 4-5 ايام لما بتقوم تاكل كده تصادف انها تكون قايمه تاكل وانا هنا عند الطيور بطمن على البيض بتاعها، مش لازم اروح اقومها من على البيض مخصوص يعني. طب انا لو قمتها من على البيض فيه مشكله؟ لا هو ما فيش مشكله، بس احيانا ممكن لو بتقيمها من على البيض غصب عنها ممكن تشيل بيضه في رجلها تقوم كسراها، لان ده حصل عندي قبل كده. فهو طالما هي مستقره خلاص انا بسيبها، ما بتقوم تاكل وتشرب ببص على البيض بتاعها اشوف. طبعا هنا بقى البطتين دول البطه الاميه اللي فيهم الحمد لله هي بتبيض، عامله لها عش هناك اهوت، والبطه التانية دي شاونت. البيض بقى ايه؟ بتجيب 4 بيضات وتقوم فاصله، بعدين تجيب بيضه وتكون فاصله. كانت طبعا يعني حلم من ضمن احلام البسيطه يعني اللي بحلمها عند الطيور بالنسبه للطيور ان البطه التانية البيضه دي تظبط، لان انا بحب البط الابيض يرقد جدا جدا، بس يا ريت لحد الان ما ظبطتش. واخواتها اللي من دورها اهو شفت اللي من دورها هي باضت ورقدت الحمد لله، والتانية اللي في الاوضه التانية قربت تشطب بيض وهترقد ان شاء الله، ودي لسه بتقطع، فربنا يكرمنا منها. عشان كده بقول لك اصبري على البطه بتاعتك، لان مش كل بطه بتكون زي التانية. طبعا اصبح عندي مشكله دلوقتي ان الذكر الابيض ده شايفين رجله مكلكعه من تحت، ده من ايه؟ انا معرفش بصراحه ده من ايه. انا احيانا بلاقي عندي فراخ رجلها بتكلكع كده، او البط انا بقول يمكن مش صبه، بقول يمكن الارضيه منها صبه فبيعملوا كده. فطبعا رجله دي مع عرض رجله ضوافره كبرت عن الاول، فبيجي يمشي ساعات بيتلخفن، فبشوف كده بفكر ان انا طالما رجله عملت كده بفكر ان انا اسيب ذكر ابيض من البط اللي هو اللي انا بسمنه حاليا. علشان ايه؟ علشان لو ذبحت ده في اي وقت يبقى عندي ذكر تاني ابيض عشان يطلع سلالة ابيض صافي، فربنا يكرمنا ويرضينا منهم على خير يا رب اللهم امين. انا كنت حاطه لهم الاكل بتاعهم، والفراخ دي خلاص قربت ان هي تبيض اهي، شايفين العرف بتاعها قد ايه. دي طبعا انا ذبحت الديوك بتاعتها من حوالي اسبوعين كده، فهم خلاص قربوا ان هم يبيضوا. هم كانوا 4 برابر كبار، انما التانيين دول صغيرين مش من دورهم لسه. اهي البرباية اللي لها عرف دي برضو كانت من دورها، يعني بيبيضوا على 4 شهور لاسبوع هيبداوا ان هم يبيضوا ان شاء الله، فربنا يكرمنا منهم. العش اللي هناك ده انا عامله البطيطين اللي لونهم ابيض دول عشان يبيضوا فيه. قلت على ما اشوف البطه اللي هي اول وش لها ده تستقر واجيب كل يوم البيضه ببيضتها، هزود كمان عش في الجنب كده. لو ما ظبطتش وهتجيب بطان 3 او زي الدور اللي فات فهسيبها بقى كده ايه، هسيب عش واحد انا ما اشوفها ترسى على ايه، مع ان ما شاء الله تشوفوهم ما تعرفوش تميزوهم، ما تعرفوش منهم الام ومن بنتها على فكره يعني. طب اللي يعرف يميز من الام ومن بنتها يقول لي، يعني يقول لي من الام ومن بنتها اللي هي جنب الحيطه ولا اللي هي ورا الدكر دي. يلا انا مش حابه اطول عليكم الفيديو اكتر من كده، اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.